واش كتعرف باللي كاين متقاعدين خدموا اكثر من 30 ولا 40 عام واليوم كيعيشوا كل شهر على الاعصاب؟ واش من المعقول الانسان عطى عمره كامل في الخدمه ومن بعد التقاعد كيلقى راسو كيقلب كيفاش يخلص الضوء والماء ويشري الدواء ويجيب الماكله؟ هذا الشيء علاش اليوم غادي نهضروا على واحد من اكثر الملفات اللي شاغلين بال المغاربه: معاشات المتقاعدين وارتفاع الاسعار. خليك معايا حتى الاخر حيت غادي تعرف علاش الاف المتقاعدين كيقولوا باللي المعاش اللي كان كيكفي قبل سنوات اليوم ولا ما كيسد حتى الضروريات. التقاعد خاصو يكون مرحله ديال الراحه، الواحد يرتاح بعد سنوات طويله ديال الخدمه والتعب، ولكن بالنسبه لعدد كبير من المتقاعدين الواقع مختلف تماما. كل نهار كيزيد الثمن شي حاجه: الخضره، اللحم، الزيت، السكر والكرا والضو والماء، وحتى الدواء اللي كيحتاجوه. كبر السن ولا ثمنه كيزيد، ولكن المعاش باقي هو ولا كيزيد بواحد النسبه اللي ما كتواكبش هذا الغلاء. تخيل معايا واحد المتقاعد عنده غير المعاش باش يعيش. اول ما كيدخل الفلوس كيبدا يخلص الفواتير، من بعد كيشري الدواء، ومن بعد كيبقى يفكر شنو غادي يبقى باش يدبر الماكله وباقي المصاريف. المشكل ماشي غير في المعاش، المشكل هو ان القدره الشرائيه نقصت بزاف. المبلغ اللي كان قبل 10 سنين يقدر يعيش به الانسان شهر كامل اليوم ممكن ما يكفيش حتى النص ديال الشهر. وزيد عليها ان المتقاعد مع تقدم في السن كيولي محتاج للعلاج اكثر من اي وقت فات: زياره الطبيب، التحاليل، الاشعه والادويه المزمنه، كلها مصاريف كتكبر عام بعد عام. هذا الشيء خلى بزاف ديال المتقاعدين يطالبوا بزياده في المعاشات باش تواكب الزياده اللي عرفتها الاسعار ويقدروا يعيشوا بكرامه. ولكن من الجهه الاخرى كاين اللي كيقول ان صناديق التقاعد حتى هي عندها مشاكل ماليه، حيت عدد من المتقاعدين كيزيد وعدد الناس اللي كيخلصوا الاشتراكات ما بقاش كافي بحال قبل، وهذا الشيء خلق ضغط كبير على هاد الصناديق. لهذا ولا اصلاح نظام التقاعد واحد من اصعب الملفات، وكل مره كيتفتح النقاش حول شنو خاص يدار باش يبقى النظام مستمر وفي نفس الوقت ما يضروش المتقاعدين. ولكن السؤال اللي كيطرحوه بزاف ديال الناس هو: واش المتقاعد خاصو يخلص ثمن هاد المشاكل؟ واش من العدل الانسان عطى عمره كامل في الخدمه وفي الاخر يبقى كيحسب كل درهم قبل ما يصرفه؟ كاينين اللي كيطالبوا بزياده مباشره في المعاشات وربطها بارتفاع الاسعار باش كلما تزاد الغلاء حتى المعاش يتراجع ويتزاد بطريقه تخفض القدره الشرائيه. وكاينين حتى اللي كيطالبوا بتحسين الخدمات الصحيه، حيت العلاج ولا واحد من اكبر المصاريف اللي كيتحملها المتقاعد. واليوم الاف الاسر المغربيه عايشه هذا الواقع لان بزاف من العائلات كيعتمدوا على معاش الاب ولا الام ولا الجد، واي نقص في القدره الشرائيه كيأثر على الاسره كامله. في الاخر خاصنا نطرحوا سؤال مهم: شنو هو الحل الحقيقي؟ واش الحل هو الزياده في المعاشات ولا خاص يكون اصلاح شامل يضمن حق المتقاعد اليوم ويحافظ حتى على مستقبل الاجيال اللي غادي تجي؟ هذا الملف راه ما كيهمش غير المتقاعدين، كيهم كل واحد خدام اليوم، لان اي واحد فينا كيطمح يجي نهار التقاعد ويعيش بواحد الكرامه، ماشي يبقى خايف من نهايات كل شهر. ودابا نوبتكم، كتبوا لي رايكم في التعليق، واش كتشوفوا ان معاشات المتقاعدين خاصها تزيد بشكل مستعجل باش تواكب غلاء المعيشه؟